لكن قل لي بالله العظيم، كيف ستكون الخواتيم؟ سمع عامر ابن عبد الله المؤذن يؤذن لصلاة المغرب وهو يجود بنفسه في مرض شديد، فقال خذوا بيدي، فقيل له إنك عليل وقد عذرك الله، فقال والله إني أستحي أسمع منادي الله ولا أجيب، والله إني لأستحي أن أسمع منادي الله فلا أجيب. الله أكبر، كم هم اليوم الذين يسمعون ولا يجيبون؟ فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات، ركع مع الإمام ركعة ثم مات. قل لي بالله العظيم، كيف يبعث يوم القيامة؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فكيف أنت إذا بالماء والسدر غسلوك؟ وكيف أنت إذا بالكفن الأبيض أدخلوك؟ وكيف أنت إذا في القبر المظلم أنزلوك؟ يقول أحد مغسل الموتى جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة، فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا فقلت ما هذا؟ هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت أنت أبوه؟ قال نعم. قلت فما شأن ميتكم؟ قال الأب إنه لم يكن من المصلين، إنه لم يكن من المصلين. فقلت له خذ ميتك فغسله أنت، أما حكم الله ورسوله في مثل هذا فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يحمل على الأكتاف، بل يجر على وجهه وتحفر له حفرة في الصحراء يكب فيها على وجهه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. هذا من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغواية. أما من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الهداية